حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا كده نقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بقالنا كتير ما جيناش هنا، صح؟ يلا بينا نشوف هنعمل ايه. نحط اللايك ونعمل متابعه كمان. بس تعالوا كده قبل ما نبتدي الفيديو خالص نرحب بكل اخواتي وكل حبايبي اللي بينضموا ليا. انا لسه صاحيه من النوم حالا، فقمت بقى قلت لا، قمت يعني مش قادره اقول لكم، جريت في الشقه كده قلت اشوف هعمل فيها ايه، عشان هنازله رايحه عند الدكتور النهارده، فعايزه اخلص قبل ما انزل وعايزه اعمل غدا. تفتكروا بقى ان انا هلحق ولا ايه بالظبط؟ يلا بينا نشوف. اول حاجه كده صليتوا على الرسول ولا لسه؟ زي ما انتوا سامعين الوش اللي انا فيه ده، ولا بقى يهمنا كاننا مش سامعين حاجه، لان انا عند ماما وزي ما انتوا سامعين مرستان العيال. مش عارفه اسجل لكم الفيديو فين. بصوا كده، دي بقى بطانيات خلاص احنا هنستغنى عنها. اول حاجه هنعملها كده، وبصراحه انا مش هقول شوفوا ولادي عشان انتوا عارفين هما بيعملوا فيا ايه. مهما اتكلم ومهما اقول لهم هو مفيش فايده، اللي فيهم. فخليني ساكته وخليني اعمل باحترامي وانا ساكته. يعني ايه، ما اقعدش اتكلم كده كتير، خليني ساكته. المهم، البطانيه اللي انت شفتها في الاول دي بصراحه خلاص استغنيت عنها بقى. الجو بدأ يحرر شويه ورجع سقع تاني، مش مهم. برضو هما ليهم بطاطين كفايه، فقلت بدل ما اركنها كده مش نضيفه اغسلها يعني وايه، وابدأ ان انا اشيلها على طول. قمت بقى بصراحة كنت قايمة زي ما انتم شايفين كده، يعني بقاوح قدام نفسي وخلاص. اللي هو بقول لنفسي كفاية كده، ما تجيش على نفسك اكتر من كده. ساعات الواحدة فينا بتيجي على نفسها بزيادة قوي قوي قوي. بس في اليوم ده ما كانش عندي طاقة خالص، كنت ماشية. وحتى هتلاقوني في اول الفيديو زعلانة. اي حد فينا بيزعل لما بيلاقي نفسه كده مش قادر. مثلا لما بتكوني واخده ان انت ممكن تهدي البيت وتبنيه كده، تعملي فوق وتعملي تحت وتعملي هنا وتعملي هنا، وفجأة كده تحسي نفسك مش قادرة تقومي تعملي. بس الدنيا المتبهدلة حواليك بتزعلي قوي على نفسك. بس انا بقول الحمد لله على كل حال وعلى كل شيء بيجيبوا ربنا حلو وانا راضية بيه. بصوا انا بلم ايه دلوقتي. انتوا هتشوفوا ابني كان بيلعب على السرير، وربنا مش عارفة كان بيلعب ايه. ده بيلي ولا كور ولا ايه بالظبط، انا مش فاهمه. انتوا اللي هتحكموا بنفسكم، وانتوا اللي هتقولوا لي اعمل فيهم ايه ولادي. يلا حطوا بقى لايك واعملوا شير للفيديو واكتبوا كلمه حلوه منكم كمان تشجعنا. بصراحه انا بدات زي ما انتم شايفين كده، لقيت الجو فيه شمس كده والجو حلو، فروحت مطلعه البطاطين بره، قلت تاخد باور كده وتتشمس. هبدا ان انا اشيل الفرش بتاعي. اقفل بقى الباب ده ممكن، ده مش كده والله. فالمهم بقى خلاص هدي تنفيضه كده للسرير بعد ما ابني كان بيلعب البخت عليه يعني. وهشوف هعمل ايه تاني. لا مش هي. بصراحه انا كنت في اليوم ده بعمل الشقه كلها، بس انا ما رضيتش احط لكم الفيديو كله لانه كان هيطول قوي. وفي اليوم ده كنت نازله عند دكتور زي ما قلت لكم، كنت هعمل غدا والموضوع كان يعني ايه مأفور خالص. بس الحمد لله كنا قدها وقدود، كان عندي كلمه غسيل هتشوفوها بقى في الفيديو الجاي. فقمت قلت لا، الكسل والزعل مش هيعمل حاجه، اقوم اشوف ايه اللي ورايا، بحيث انا لو نزلت للدكتور وقال لي حاجه يبقى انا جاهزه. انا برضو دول ولادي وليهم واجبات يعني عليا، فقمت اشوف اعمل ايه. زي ما انتم شايفين الدنيا زي الفل، بس انا مش عاجبني ولا السجاد اللي على الارض. حاسه ان هو اتسخ قوي من اليومين الهوا وهو فاتح، كان برضو عليه تراب وكده، وكان ممكن الولاد يخشوا البلكونه يعني ما كانش نضيف، ما كانش هو مش متسخ. وبصوا زي ما انتم شايفين انا حاساه كده بهتان يعني. فانا قلت لا، هشيله بقى عشان ما يتوسخش اكتر من كده وعشان اعرف اغسله كمان. بس بصراحه انا ما غسلتش فرش ولا حاجه، انا شلته. هشوف بقى انا وحظي يعني، غسلته وخرجته لحد يغسله ماشي على حسب الظروف يعني. تمام، بس انا شلته عشان ما يتوسخش مني اكتر من كده واجي اتعذب في غسيله. حتى هو كده لو راح المغسله هينضف وكل حاجه عشان هو مش متسخ اصلا. تمام كده. شلت بقى الشنطه دي كانت فيها هدوم، وبدات ان انا كده ارتب الدنيا. هو كل الحوار كله ان هو ما كانش منظم، ده رمي هنا وده رمي هنا العادي يعني يا جماعه. بصوا السجاد ما فيهوش اي حاجه، بس انا خوفا بس لا يتبهدل اكتر فشيلته واحط بديل السجاد. بديل السجاد سهل وممكن اغسله في الغساله، وممكن اغسله بقى على ايدي بسرعه، ما بياخدش وقت وبينشف بسرعه. فهعمل كده. خلاص بقى هكنس بقى الارض. يا رب. تحسوا يا جماعه ان الجو فيه ملل كده وزهق، في حاجه مش طبيعيه في الجو، بس مش عارفه هو انا بس ولا ايه يعني، مش فاهمه. بس يلا الحمد لله على اللي ربنا يجيبه. بصوا بقى، بصوا الارض بقى بتاعتي. ابني بقى معرفش كان جايب الكور دي من تحت ويقولك بيلعب بيها بيلي ايه ده، لسه عايش على البيلي ده ولا ايه؟ سيب البيلي ده لزمان وايام زمان. وحطوا بقى لايك واكتبوا كلمه حلوه منكم وشجعونا كده يا جماعه.
يلا بينا. كنست بقى الارض، وبعد ما بكنس الارض لما بحس ان الارض فيها اتربه زياده بحب اعملها الاول، بعد كده ارجع المع الدنيا بقى عشان ايه يعني ما فيش حاجه تتطرب مني تاني. انا مسكت البلكونه حرفيا خدت مني بتاع ساعه من التراب بس مش اكتر. اقفل الباب. ربنا يهديكم. مفيش احلى من الهدوء بجد، يعني انا بالذات انا لو ممكن لو تعبانه ومش قادره اعمل حاجه وشايفه الدنيا حواليا مبهدله بتعب اكتر. اللي هو بقى لما اقوم بقى وافوق نفسي كده بحس ان انا مرتاحه نفسيا تمام. فقمت بقى زي ما انت شايفه. هبدا بقى اجيب لهم برضو فرش نضيف، وظبطت بقى الدنيا. واللي كتر بقى الغسيل عندي في اليوم ده اللي انا لميت الفرش كله، لميت كل المفارش والدفايات اللي انا حطاها. بصراحه انا كنت لغيت هنا الدفايات بس صعبوا عليا بصراحه، قلت لا رجعت تاني حطيتها لهم. قلت برضو لسه الجو مش مستقر، يعني خلينا بعد شم النسيم زي ما دايما وكالعاده بيقولوا لنا ولا تقلوا ولا تخففوا ولا تشيلوا ولا تعملوا غير بعد شم النسيم. فعشان كده بقى ايه، فرحت مرجعه تاني الدفايات. هو في ايه يا جماعه؟ يلا يا جماعه. انا طبعا بعتذر على الصوت والدوشه اللي انتوا سامعينها دي. اقفلي الباب. والله العظيم يا رب. اقفلي الباب. رجعت تاني بقى زي ما قلت لكم، حطيت لهم الدفايات تاني، وده مفرش كده قطيفه يعني حطيته عشان الجو ساقع وكده. فقلت لا حرام بقى، ما مش هشيل تاني بقى غير بعد زي ما قلت لكم يعني ايه بعد شم النسيم ابقى الغي الدفايات دي او المفارش دي وكده. فهم صعبوا عليا فرجعته لهم تاني. خاصة الأوضة دي زي ما قلت لكم بتبقى فيها البلكونة الصبح حر وبالليل تلج، فقلت لا اخليها زي ما هي. يلا بقى لو وصلنا لحد هنا ما ننساش نحط اللايك ونعمل شير، وقومي كده تشجعي. لو عندك حاجة قومي اعمليها وما تكسليش وما تقوليش بقى ايه انا تعبانة ومش تعبانة. هو انت لما تقومي ربنا يديكي الصحة ويقويكي، لان دايما بتحسي ان هم ليهم حق عليكي فلازما ان انت تديه لهم. بس في نفس الوقت بيجي وقت كده يعني ايه بتبقى غصب عنك يعني فما بتقدريش. فبس الحمد لله والله. انا رحت فين؟ محدش عارف انا رحت فين. كنت بجيب المخدة. لا كنت بقول لها اظبطي، ما انا مش هحطك كده وخلاص، بشوف اني عدلتها واني الناحيه المعدوله ومظبوطه وبحطها. بلف حوالين نفسي صح. بس يلا بصوا بقى، لو الموضوع سهل كده زي ما انا هعمل دلوقتي كنت زماننا كل يوم بنهد الدنيا. يلا بصوا الحركه دي. وانا ده كله بمهد للحركه. ايوه هو كده، هو السريع سريع كده. انا بقول لكم لو الموضوع سهل كده هنقوم كل شويه نهد الدنيا. هو انتوا تحسوا ان انا الشقة عندي على قد كده ان هي ممكن يبوظوها في مسافة ايه. بس بصراحة مادام هي الحاجة منظمة، الحاجة في مكانها، الحاجة يعني انتي منظفة الدنيا من جوه. مش اهم حاجة المظهر يا جماعة. المظهر لو هو بس اللي مظبوط والدنيا يعني مثلا دولابك مش نضيف، الدرج بتاعك مش نضيف، ده مش مترتب ده مش مترتب، فانتي نفسك بتحسي بدوشة وتحسي بوش. لكن مادام الحاجة نضيفة في ثانية بترتبي الدنيا قدامك وخلاص على كده. انا خدت كل الحاجه اللي مش نضيفه اللي هتتغسل وكده طلعتها عند الغساله. والغساله بتاعتي خلاص يعني قربت، يعني اقول لكم تعمل فيها ايه مش عارفه. بس طبعا كلنا ده كالعاده يعني. بس كده خلصت الاوضه. انا كنت بعمل في نفس اليوم بقيه الشقه وكده. تقريبا الفيديو ممكن ينزل لكم باذن الله بكره. تكمله الشقه يعني مش اوضه بس يا جماعه وعملت غدا، لا انا بعمل الشقه كلها. بعمل اليوم خلاص هروق الشقه يبقى بعمل الشقه كلها، مش بعمل اوضه وبسيب اوضه والكلام ده. تمام كده. بصوا بقى الدنيا البرياسول بقى الدبان اللي مجننا مش عارفين بيجيلنا منين. انا كنت رشه اصلا وقلت ايه اعرفكم ان انا رشيت يعني. الله، هو طلع بمنظرين ولا ايه؟ يلا زي بعض. رجع تاني.
خلاص كده بقى هدي مسحه بقى محترمه كده للارض. طبعا انا هفصل الكاميرا عشان انتوا عارفين في المسيح بحب اخد راحتي شويه، فبقول لكم ان انا بقى هدي مسحه بالديتول والكرول. وراح الراجل بتاع اللي هو اللي في الصبانه وكده راح قال لي بقول لك حطي في نيك هتلاقي الموضوع في الدبان ده يختفي. ولا عمل اي حاجه غير لما جبت الازازه اللي قدامكم دي. بصوا بقى الحافظات او البديل السجاد بقى خفيف. طبعا كنت غسلاه، لا خلى المكان في حته تانية. انا اهم حاجه عندي يا جماعه الارض اللي لو انا مش شايفاها نضيفه. لو مثلا السجاد حاسه ان هو متسخ وانا مروقه وعامله كل حاجه احس ان المكان مش نظيف، فانا كده حاسه ان انا ارتحت نفسيا. وفعلا في فرق كبير، صح ولا لا؟ ايه رايكم في الهدوء ده؟ حاجه كده ملهمش حاجه عندي تاني يعني، فاهمين؟ قعدت اقول لهم في نفس اليوم والله لا الاقيه رامي حاجه هنا ولا هنا هعمل واسوي فيه. عارفين لو مش كل واحد حط حاجه مكانه، مين بتكلموا مين بتقولوا لمين؟ والله ولا اي حاجه. تاني يوم لقيت اللي حاطط لبس المدرسه هنا واللي رامي الشنطه هنا بس الحمد لله يعني. ايه رايكم؟ زي الفل. اخر لحظة بقى اللي بنتعش منها بقى لما اخش كده احط شوية معطر بقى بيودوني في حتة تانية بقى. يا سلام. اوف. لا ده انتوا نرفزتوني. بصوا بقى يا جماعة الهدوء طبعا ملكوش دعوة باللي حصل عشان انا فعلا العيال نرفزتني جدا جدا. بنهديهم. يلا. بصوا. بصوا بقى سبت نور ربنا كده في الأوضة والشمس تخش الأوضة ورشة معطر والدنيا زي الفل زي ما انتم شايفين كده. ملهمش حاجة عندي ولا لأ؟ رأيكم بقى في الهدوء ده؟ بصوا بصوا بصوا. يا رب يكون فيديو خفيف ولذيذ وشجعكم، ولو بحاجة بسيطة ما تنسوش اللايك وكمان تشتركوا في القناة. أسيبكم في رعاية الله.